السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك وكل سنة وانتم طيبين. وزي ما وعدتكم انه خلال شهر رمضان الكريم هنكمل سلسلة القصص القرآني، والنهاردة بقى معادنا مع قصة جديدة ومعلومات هتكونوا بتسمعوها وتعرفوها لأول مرة. قصتنا النهاردة عن أبو لهب، أول عدو في الإسلام، قصة هلاكه ونهايته المفزعة، وكيف أماته الله، ولماذا أنزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم الدين، وكيف ماتت زوجته حمالة الحطب أو أم جميل، وإيه اللي حصل لابن عتيبة بعد ما بصق في وجه النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، ودعوة النبي عليه بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه. كل ده وأكتر هتعرفوه لما تتابعوا معايا الفيديو للنهاية. أهلا بيكم، أنا رحاب محمد. لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش لايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. تعالوا بينا نروح مع بعض لزمان تاني غير اللي احنا فيه، زمان ومكان بعيد عن هنا خالص، بالظبط في شبه الجزيرة العربية. كان زمان العرب من أكتر الشعوب ترابط، أفراد العيلة العربية كانوا مترابطين في السراء والضراء. لكن عند الحاقدين لما المصالح بتتضارب أقرب الأقارب بيبقوا أعداء. كان أقرب الناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكترهم فرحة بمولده هم أقاربه. لكن إيه اللي حصل؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة دي، الحلقة اللي مليانة بالغرائب والعجائب اللي يمكن ما سمعتوش عنها من قبل. أبو لهب بيكون عم أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهل مكة كلهم عارفين مين هو أبو لهب، وذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وهو من أشهر الشخصيات اللي أذت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العجيب إن أبو لهب في وقت ما كان بيحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. اسمه الحقيقي عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي، وهو أكبر أبناء عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أغنى رجال قريش وأجمل شبابها. كان وشه أبيض قوي وفيه حمرة، فكان أبوه مسميه وبيناديه وبيقوله يا أبا لهب، ودي كناية عن شدة جماله واحمرار بشرته. على فكرة أبو لهب زمان ما كانتش ذم، كانت مدح. كبر أبو لهب وتربى في كنف أبوه واشتغل بالتجارة لحد ما بقى أغنى واحد في إخواته، بل من أغنى أغنياء قريش كلها. كان بيمتلك المال والنسب طبعا، لأن أبوه عبد المطلب سيد قريش، وإخواته حمزة أسد قريش، والعباس وأبو طالب وعبد الله. وتزوج من واحدة اسمها أم جميل، ودي بتكون أخت أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه. في يوم من الأيام أبو لهب قاعد في بيته، فوجئ بجاريته اللي اسمها ثويبة الإسلامية بتخبط عليه الباب بشدة. فتح أبو لهب الباب فقالت له بشراك يا أبا لهب. فقال لها ما بك يا ثويبة؟ فقالت له أرملة أخوك عبد الله آمنة بنت وهب ولدت مولود وسماه أبوك عبد المطلب باسم محمد. فرح أبو لهب فرح شديد لما سمع خبر مولد محمد، لدرجة أنه أعتق ثويبة وقال لها اذهبي إلى آمنة خذي منها محمدا وأرضعيه مع ابنك مسرور، فآمنة بها تعب الولادة. وبالفعل كانت ثويبة الإسلامية هي أول واحدة بترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضعته هو وابنها مسروح وحمزة بن عبد المطلب. يعني كده نقدر نقول إن حمزة مش بس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كمان أخوه في الرضاعة. لما كبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وخلف منها البنين والبنات، منهم أم كلثوم ورقية رضي الله عنهما. لما كبرت أم كلثوم ورقية، أبو لهب عم النبي خطبهم لأبنائه عتبة وعتيبة، واتجوز عتبة من رقية وعتيبة من أم كلثوم، فأصبح أبو لهب عم النبي وصهره في نفس الوقت. مرت الأيام وجي الملك جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وخاطبه بالحوار المشهور
قال له اقرأ، فقال النبي ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، وتكررت أكثر من مرة حتى قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعد فترة قصيرة قابل جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحد أودية مكة، وقيل نزلت عليه سورة المدثر. قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومن هنا بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وبدأت دعوته في السر. كان بيدعو أصحابه المقربين من كبار القوم. وصلت أخبار النبوة لقريش إن محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إنه نبي وبيدعو الناس لدين جديد. وصلت الإشاعات لعم النبي أبو لهب، فبدأ يصيبه الغيرة والحسد والحقد، وقال لنفسه إزاي يكون محمد يتيم عبد الله وربيب أبي طالب نبيا ويصبح سيدا علي أنا أبو لهب سيد القوم؟ يستحيل أن أقبل هذا على نفسي، فأنا من سادات القوم ولا سيد يعلو علي. وتحرك الحقد في قلب أبي لهب. سمع من سادات قريش إنهم هيقطعوا بني هاشم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو قرر إن هو يدعو الناس لدينه، فخاف أبو لهب من هذه المقاطعة. فمقاطعة بني هاشم بالطبع تعني مقاطعة تجارته وفقدان أمواله. وفي يوم من الأيام لما كانت الإشاعات مالية مكة كلها، طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، ولما وصل لقمة الجبل نادى على الناس وقال يا قوم الأمر خطير جدا والموضوع كبير، تعالوا اتجمعوا هنا. اتجمع الناس كلهم حوالين جبل الصفا عشان يسمعوا للنبي، فنادى عليهم وقال لهم يا بني علي، يا بني فهد، يا بني عبد المطلب. فضل النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائهم وأسماء قبائلهم وعائلتهم، وقال لهم لو قلت لكم إن في الوادي تحت الجبل ده عسكر عايزين يهجموا عليكم هتصدقوني؟ ردوا عليه كلهم وقالوا نعم يا محمد، ما كذبنا عليك أبدا، يعني ما شفناش منك غير الصدق. قال لهم النبي أنا نذير لكم قبل عذاب شديد. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للإسلام ويتكلم، والكل كان سامع ومحدش أبدا بيتكلم غيره. وفجأة طلع من بينهم أبو لهب ورفع صوته وقال للنبي تبا لك كل النهار، ألهذا جمعتنا؟ مشي أبو لهب ومشي معاه كل قريش، فكان أبو لهب أول واحد جهر بعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللدين الجديد اللي هو الإسلام. نزلت سورة في القرآن الكريم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. بدأ العداء بين أبو لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالأصح العداء كان من جهة أبو لهب فقط. ساعدت أبو لهب في عداوته لرسول الله زوجته أم جميل، كانت كل يوم قبل ما النبي يطلع من بيته بترمي الشوك والقاذورات والحطب في طريقه علشان تؤذيه. كانت أم جميل بتمشي بين النساء في مجمعات قريش وتقول مذمما عصيناه ودينه أبيناه، وكانت بتشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقبح الشتائم. بعد نزول سورة المسد اتغاظ أبو لهب وراح لأولاده قال لهم ورأسي من رأسكم حرام إذا ما طلقتم بنات محمد. عتبة راح مطلق السيدة رقية رضي الله عنها، أما عتيبة فوعد أبوه إنه هيطلق أم كلثوم، ولكن بعد ما يهين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهدده، قام واخد بعضه ورايح للنبي وقال له يا محمد أنا كفرت بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى. وقام بالبصق أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بنتك أم كلثوم طالق. غضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على عتيبة وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك.
لما سمع أبو لهب دعاء النبي خاف على ابن عتيبة، لأنه هو وأهل قريش كانوا كلهم عارفين صدق النبي ومقامه عند الله تعالى، فخاف إن ربنا يستجيب لدعاء النبي ويموت ابنه. وفي يوم خرج عتيبة في سفرية للشام للتجارة، وكان معاه 15 رجل من قريش، وقرروا إنهم يستريحوا في وادي القاصرة جنب بيت راهب نصراني. لما شاف الراهب القريشيين حذرهم وقال لهم إن الوادي مليء بالأسود والنمور. خاف عتيبة من كلام الراهب وتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وطلب من القوم إنه ينام في وسطهم عشان يحموه من السباع والأسود. وافق أبو لهب وقال لهم خلوا عتيبة في وسطكم عشان أخاف من دعوة محمد. كان من بين القوم الصحابي هبار بن الأسود رضي الله عنه. حكى هبار إنهم لما ناموا حسوا بأسد ماشي ما بينهم بيشم ريحتهم وكأنه بيدور عن فريسة معينة. الكل خاف وكتموا أصواتهم وحبسوا أنفسهم ومحدش قدر ينطق أو يتكلم. مشي الأسد لحد ما وصل لفراش عتيبة ورفع عنه الفراش بمخالبه وطعنه طعنة قاتلة. خرج عتيبة وقال يا قوم قتلتني دعوة محمد، ومات عتيبة في الحال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يجتمع بالناس يدعوهم لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له ويدعوهم للإسلام. كان أبو لهب بيقول للناس دعوه، هذا صابئ كذاب، دعوه أنا عمه وأعرف الناس به. أما زوجته أم جميل فعقلها ما تحملش الصورة اللي أنزلها الله عز وجل واتكلم عليهم في سورة المثل والوعيد اللي توعده لها هو وزوجها وإنهم في النار. فخرجت علشان تدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إنها كانت بتحمل صخرة لتلقيها على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقتله. من بعيد شافت أبو بكر وكان معاه حد عند الكعبة، فقالت لازم ده محمد. شافها أبو بكر ومعاها الصخرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو تمحيت قليلا حتى لا تؤذيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر إنه سيحال بيني وبينها وإنها لن تراني. جت أم جميل لأبو بكر وقالت له صاحبك هجانا وسبنا في قرآنه. رد عليها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال لها لا ورب الكعبة فما هو شاعر ولا نطق به، فالهجاء والسب من الأشعار وقرآن الله منزه عن هذا. نظرت أم جميل بجوار أبو بكر تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصخرة بين إيديها ولكنها ما شافتوش، فقالت لأبو بكر لو وجدته لضربته بهذا، وذهبت. استغرب أبو بكر وقال أما تراك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما زال ملكا يسترني حتى ولد. في يوم من الأيام راحت أم جميل شايلة حزمة حطب عشان تضايق بيها النبي صلى الله عليه وسلم. قعدت علشان تستريح من الحزمة وبيقال إنها سندت على حائط، وفجأة وقعت على الأرض وتعلق الحبل في رقبتها وماتت مختنقة. فضل أبو لهب على عناده وكره وأذيته للنبي صلى الله عليه وسلم لحد ما هاجر إلى يثرب أو المدينة. في الوقت ده حدثت أول غزوة للمسلمين وهي غزوة بدر. جهز المشركون أنفسهم للغزوة، ولكن أبو لهب خاف لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعده بالموت، فخاف أنه يشارك في المعركة لأنه كان عارف أنه هو هيتقتل، عشان كده ما شاركش فيها، وبدل منه جهز رجل آخر واداله 4000 درهم، والراجل ده كان اسمه العاصي ابن هشام. أما بقى عن مماته فبعد غزوة بدر بأسبوع مات أبو لهب بمرض بيسمى العدسة أو العدسة، واللي كان مرض معدي زي الطاعون كده. فضل ميت 3 أيام من غير دفن لحد ما تعفن. في الوقت ده كانت العرب بتخاف من المرض ده،
ولأن مرض أبو لهب كان معدي رفض ولاده يغسلوه أو يدفنوه، ففضل في أوضته لحد ما فاحت ريحته، عافانا الله وإياكم. وبعد كده جه راجل عاب على ولاده اللي عملوه، وقال لهم إنه هيساعدهم يغسلوه ويدفنوه، فغسلوه من بعيد برمي الماء عليه كده، وبعدين حطوه على جدار في أعلى مكة ورجموه بالحجارة. أما بقى عن الإعجاز في سورة المسد، إن السورة نفسها بتعد معجزة، لأنها هددت أبو لهب ومراته بعذاب جهنم خالدين فيها للأبد، فما بقتش عنده فرصة يتظاهر بالإسلام علشان يكذب القرآن الكريم، لأن ربنا كان عارف إن كبره هيمنعه من كده. بعد موت أبو لهب قال عروة بن الزبير رضي الله عنه إنه سمع ناس من أقارب أبو لهب بيقولوا إنهم شافوه في حلم بحالة وحشة، فسألوه إيه اللي حصل بعد موته، فقال لهم إنه في أسوأ حال وفي النار، ومش بيشوف يوم راحة غير يوم الاثنين، حيث يخفف عنه بمقدار ثغرة. فسألوه ليه بيخفف عنه في اليوم ده، فقال لهم إن هذا اليوم الذي ولد فيه محمد، وإنه أعتق ثويبة الإسلامية فرحة بمولده. وبكده بقى تكون انتهت قصة أبو لهب إلى الأبد. أما إحنا بقى فالحمد لله إنه أتم علينا النعمة والإسلام وشرعته، أكرمنا برسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بعث فينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أمته. اللهم آتنا فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل علينا من البركات والرحمات والفضل والنعمة والعطاء ما ترحمنا به وما تكرمنا به وتتفضل وتمن علينا به يا ربنا، اللهم آمين. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات، جمعتها لكم من أكتر من مصدر كالعادة، واشتغلت عليها كتير عشان أقدر أوصلها لكم بمنتهى السهولة. يا رب أكون قدرت أفيدكم، وأتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم. ولو أنتوا وصلتوا لحد هنا شكرا جدا أنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.